بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمث سلام ربي في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان والنجاة، وكذا العنوان للدرس بوسا وكذا السنة البوسا. بلا شك كل إنسان يبحث عن النجاة، نبغى ياكل سلاك إن شاء الله يجعل ربي ثمديثنا فرحا غيص ربي الدنيا وآخرة. أطاس يسقسين ديوسانسي الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أدياسي ونسيني يا رسول الله ما النجاة؟ يعني ذا شو تفريد السلاك، ذا شو تفريد السلاك، ما هو طريق النجاة؟ وتعددت أجوبته صلى الله عليه وسلم. ما تدنج معاك أدنى في الخلاصة ذي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تسقد نفسر إن شاء الله. وإذن تثير دي فقنن أيضا طريق النجاة. مثلا يقول الناس يا رسول الله ما النجاة يا رسول الله؟ الناس أمسك عليك لسانك. يتوالي كل يوم زرا عندها استخص بما تتجمع ذاك شغل يسنتز، يعني خلاصة أتسفغض أفريد السلاك اللي قرني مزورة ذا فريد السلامة أرثكي انداما. ذي تزورة يثمثن أدنيني أول في الإنسان بنادم لا تريما بنادم. الإنسان كرميث ربي سبحانه وما كنت حصان يفضل يثوق فين دي خلق مرة لنا 4 الصناف ذي المخلوقات. إلا ما يقارن الجمادات، مدينة الجماد ذا زرو ذا خيال الجماد، إلا الصنف وايض يسعد دي كاركتيرستيك خصائص وانتسارة وزرو كذو وكال. الحشيش، طجور، يعني نباتات. ثقي نوع من مخلوقات الله أرقى ذي الخصائص. وما كل شيء يسعى زاليس، كل حاجة يسعى زاليس ذي الدنيا. يلا إلا الصنف والثلاثة الحيوانات تاكل الطيور، الحيوانات ذي الزقارن ذي الغمان ذي المال ذي الذيور إلى آخره. وكذلك إذا غص عن خصائص وانتسارة الحشيش، الذيور تفرفيرا خرفين المال لحون يأتصل الأمور. إلا من بعد داس نكني يعني اللي هما البشر، اللي هو الإنسان لتريما. ثقي مسألة مهمة منهجية، مسألة النظام. كل شيء مسخر للإنسان. تغنك وواله أزرو دميثا دا تبغيض ذاك يغاوال أزرو الجامعة كي فنان سوزرو يزمل يولاد يوازرو هذا يفن وين النظام والهوارة بلا ما نخفت ميدا زرو ويتوحاسب راه كيني ذا زرو يبيو مصوصا دا يسرس القمضين. أنا مثل يردونيف ما عندوش مسؤولية. ربي سخر النباتات الحشيش كل شيء مسخر للإنسان. يفكي غدا الأرض الزرع ينبت، افنو يخامن، افنو اللوزينات، افنو الجوامع قدم إلى آخره. الأرض مسخرة، الزرع يسخر غدي جنوان أمام مقومات الحياة كما في سورة الأنبياء الآية 30. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء يتسكس الحياة سوامان غادي يرزق ربي إن شاء الله سوامان أمان لهني العبادات. نسد الوضوء العبادة الوضوء فقي قرناس طهارة أصلية. إما ولا شمال نروح الصعيد الطيب سكال صزرو الرمل. وقي قرناس طهارة ترابية، طهارة بدل. ولا قال نروح الطهارة المائية وهي الأصل إلى الطهارة الترابية وهي البدل.
إلا بشروط. من هذه الشروط ولا شأمان نغ العجز نغ الهلاك نغ إلى آخره. غير الدنيا كل مراقب باش نزرى من الهاني الطاعة الهاني العبادة وذا الهاني العادة المعاملات الزمور في ثردة الحوال القوث الشجور الحضارات اللوزينات إلى آخره. لذلك ربي ناد سورة الأنبياء الآية 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي. مديني كل شيء معنى كل شيء بدون استثناء. يلا يفكر مقومات الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء ويرنا ربيش قاعد القرآن كيقار العقل نوني لها محاذرث استلم العقل سنا كلش خاطئ. إلا في التاريخ من يتسكنزل إلى عقل أكثر من كل شيء كيقرأ حوايج غارة لا القرآن والولو حوايج العقل يلا العقل سنغ الصلاحي وسالعقل. عقلك هو ميزانك عينك هي ميزانك. العقل هو الميزان هو كل شيء ويدرك يعتقد هناك من يعتقد بأنه بعقله يدرك وجه المصلحة دون حاجة إلى نقل أو وحي. هذا يروح ذيك السنتوي يروح سيوفريد يعرق سيوفريد شيقر سنغ الصلاحي ما استخدمها كان اللغي ساعة مازال نعم شحال يبردن ودعي ذا ربي في كيس زالي ولاغ أكثر من 1000 مرة أن ربي هضرت فلاغ اللاغن سعن أزل ذا القرآن ذي القرآن. مثلا أواخر سورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب عقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن العقل كي يبغوا يسعزل لازم الوحي نساتي جيدين نساتي ينكادرين لونكادرمون عن طريق الوحي. لذلك الآية الإسلامية أذكر بها إخواني وأذكر بها نفسي في سورة الإسراء الآية 9 في 9 ربي نادي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا إذن عن القرآن وعن الإنسان. ولكن الإنسان كرمه الله يناد في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم. مادام ربي الصوت ثردر يجي عليين وقد جعله استخلفه فوق الأرض يخمس مهمة مسؤولية رسالة يؤديها في الحياة لازم ما يلزمش يختزلها في أكل وشرب ومنام كما قال أحدهم عفوا وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. قال أغيره ضابطا للأمر يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. ولكن من بعد أشير دينا ربي لسورة العصر يخدم غد لافي دو روت تفاصيله. هي سورة مكية نزلت في مكة ولكن قبل الهجرة لأن المعيار الصحيح في التمييز بين القرآن المكي والمدني هو الحدث. ما هو الحدث؟ الهجرة.
القرآن دين نزل قبل ذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سيمكا المدينة وكي يسميس القرآن مكي ذوين دين نزل قبل الهجرة قبل ذي هاجر عليه الصلاة والسلام سيمكا المدينة. ماذا القرآن المدني ذوين دين نزل بعد الهجرة اسمي دي هجرة المدينة ولا ما ينزل ذي مكة خاطر يوم الفتح مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذي المدينة يروح غير مكة ينزل فاس القرآن غاس ينزل ذي مكة ولكن يتوحسب ذي القرآن المدني يسعى خصائص القرآن المدني خاطر القرآن المكي من خصائصه أنه يهتم بأصول الدين يهتم بزرع الفضائل ونبذ الرذائل بالتخلية والتحلية يسعى خصائص حتى خصائص أسلوبية بالنسبة لأهل اللغة. وكذلك القرآن المدني ينزل بعد الهجرة يسعى خصائص من خصائصه أنه قرآن يهتم بالتشريع آيات التشريع ينزل لنا في القوانين ينزل في الشريعة من اللي نزلت ماشي دي مكة خاطئ نزلت بعد الهجرة ذي القرآن المدني مثلا أطول آية في القرآن 282 من سورة البقرة يظهر في الديون وفي الإشهاد في الرهن الرهينة تجارة الشغل ياك وسنتد ذي المدينة بعد الهجرة. الآية من الربا كما الآية 275 من الربا تنزلت بعد الهجرة إلى آخره. صافي سورة العصر والعصري ثقي تنزلت ذي مكة يعني قبل الهجرة خدمنا غد طريق النجاة ذا شو دينا ربي ديس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ربي يقول سوا شو يقول الزمن الدهر نكون يوري جوزارا قال لا سي قرايد إمولانا النظر ولا سي قرايد الدريا ولا سلفلاني ولا سلفلاني خاطئ أما ذا بك المقيلات وتسيلي يرى ما إلا قد سيلي أكن غدينا النبي عليه الصلاة والسلام أن قال كان ربي سبحانه وحدس لا شريك له ربي في سورة البقرة في الآية 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى آخر الآيات. ربي قل هو الله أحد ولكن ربي قال سويني كيفغا والزمن العصر يحمل الأعاجيب لو كان السينضي الزمان حكويد ثموشوها ايش غادي يحكوا ثموشوها غادي يحكوا ثما شاهود بنادم سكواس ميتي يخلق ربي أرضا أرسا أكا المثل غير الدنيا الزمن تعاقب الليل والنهار إضواس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين بعدين وسخر لكم الليل والنهار. ربي سبحانه عز وجل الزمن لو كان نحكوا فلاس طاس قال قديري فلاس ولكن يكفي أن نعلم بأن هذا الزمن يسعى خصائص دي كاركتيرستيك من ضمن خصائصه من باب التذكير أنه لا يورث ولا شو يموتني جاد الوقت كل يوم يتشال الوقتيس ولا شو يموتني جاد 20 سنة العمريس يوراويس 5 دقائق ولاش ألم يكفى الزمان يسال يروح ذا الوقت يتوخزنا ولاش الكفر فار أتفر ديكس عامين خاطر انت نحويجين غالا لو كان الشياقي لا تفضيل المزي أتفرض 20 سنة داخل الكفر أستني ضمي بضع 70 80 عييغ أثنتي تجفذا أمين يفرد ذهبك الفطان ولاش الله غالب ولا يقبل الهبة دوناسيون ولا شوي يفكن الوقت وايض أسيدي فيك عامين 5 سنين ولاش زيد ولا يباع ولا يشترى ولاش السوق يزنزون
الوقت. لو كان إلا السوق يزنزن الوقت، لا الوقت راه يزنزن لا الوقت راه يغن في الظلام. تفهمي الرسالة تضيوني يعيا أكيني كنيا الزنزان كل عمري وكل أداوي غادري ماذا عشق 5 سنين الله والسلام أتفضويضة ثياب. ولكن الزمن صافي ذا عجب ذي ربي سبحانه يقول والعصر إن الإنسان أبري قصد غدركني أدي قار لا في خسر. معنى غير صار ربي كان الخسارة التباب والهلاك. الدنيا ثوعر فلان مليح ثوعر وتسير تثوعره شحال ويتكلخ شحال ويكلخ الزمان يا حسرة. يقرا زكا نزول في الغاشية يثمثن في الظلم في الغاشي جامي الظلم يوث من ركعة نزول في رسم الجنازة نسى مسكين يوث من ركعة ولا شيت لو سولد ماركي زيرو تغاضن ثني رحم ربي ذي رحم ربي يكون قاعد يموت مرة. ولكن يقول هذا الاثر يقول كي غيظ غفلة دوني تتكليخ الوقت يتكليخ انا عاميه اي ردينا ربي في سورة الاعراف الايه 205 ولا تكن من الغافلين. قال حذر ثتسيلين سكو قاعد يغفلن خاطر الغفله استكن الخبابيس هذه روح زك كل شيء يروح يمكن لي بروجي بالك وقاعد ندوني في حرج هذيك السن يفرث لك الدوسيوات يكلاسيتني ياك يون الدوسي الاخر والو سيقرا من بعد الى الوقت من بعد يغال المسكين يموت قبل هذا يقرز الوقت ني لو الدوسي الاخر نحوج لا اله الا الله تيتقرز محمد رسول الله نحوج تظل تندوسي وايض لا تروازيام دوسي العاشور يوني ساعان ويس 4 رمضان ويس 5 الحج ويس 16 الوياض الحقوق جمذانا الجيران إمولان شحال الدوسي قلان وعران ماشي لا لسانا مما إلا شوية الكوراج أكاثي دينار بثورة السلم ندفع ذريديس سلطنا ربي أنفاكم بخير وعلى خير. إنات والعصر إن الإنسان لفي خسر. نند العلماء يغير دينار الحيوانات نهضرت في الحيوانات يزرع المال الحشيش وقال لك يسعنا المسؤولية نكوني الإنسان المكلف والمشرف الذي سخرت له كل شيء كل الأشياء بدليل أتوانا ذا قرودي 12 سنة أزقر في الزغر الغم في الزغر 12 سنة العمر يسوق شيش ثيو ولأنه مسخر لو كان ماشي مسخر ويس يزمرن هذي ولاد يزلوا أزقر هذا يزقر ويضا درن صار شفا ناس إما لا زميل فلاك 20 يزقرن بعد ولا كيسلكن ولكن ذي المال كل شيء مسخر. لذلك الله يرحم أحد العلماء يقول واحد يزلوها خرفي يتغيظي فيه قرا خرفي يجي ديسيدي غتزلوها أثنيتش سبحان الله ميزار الحكمة أسيني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أما كي تعزي في قراص وخلق لذلك إنك خفرق العصفور يون ما ينغاث بلا السبة يوم القيامة هذه الشتكين يا ربي يعج إلى الله يرفع شكواه إلى الله ما ينغى ينفرخ بلا السبة فيرا ما ينغاث سكرت الفايدة عادي ربي خلق هذه الشغل كوني هذا من تكريم الله لنا. ولكن وين راه تسنغن عبثا لا امشي راه يشكي وفروخ العصفور كيف يرفع شكواه اسيني يا ربي ان فلانا اثي ديني سي سميسه
إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. ديج في الدوسينس تهمة بينال تروح مباشرة للأيغر لأنه ينغث بلا سبب هكذا عبثا. كل حاجة الميزانيس وربي خلق كل كون كل شيء بالميزان ويفكا يغد ميزان في شريعته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا أداة الاستثناء جرى دافري 4 الأمور ديالنا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلى الإيمان في قراي ونكيني حمل غاد خدم غير الخير تعاون غير الليل اني مغفان جرحا تساوي موضان ما شاء الله ميل شغال ويا زيرو ولاش وريومين وريزال غادي يهضر ربي ذاك الايمان شرط اساس ذو الاساس الوكيل القادم زوار دوا الشرط الاساس دوا الا الذين امنوا. والايمان كما قال الائمه منهم الامام الذهبي صاحب السير سير اعلام النبلاء وغيره ان يكثر الامور يسعى حقيقته تتجلى في 3 امور. الاول تصديق بالقلب، الثاني اقرار باللسان، الثالث تطبيق بالجوارح والاركان. 3 شروط الايمان اللي يصدق يقول ودي فغد جيلس ودي فان ذي السلوك نغذي السيره نبنادم ذي العمل الصالح. اذا الشرط مزوارو الى الذين امنوا ايمان شرط والسين وعاملوا الصالحات هكا مدينا ربي الايمان في ديشوت رورس العمل الصالح ودينا راه اش نخدم ودينا تعاون ميكليلا يمغفان يوجيلان يموضان في معمرين الجوامع ثذرين اسميس العمل الصالح اي غار يفكير بلان بوفوار نسا كل حريه خدمه شو تبغيض المهم الصلاح لا ثم كل ميسر لما خلق له لانه قال يبغى نتعاون موضن ثني عين ربي ويظن الجوامع ثني عين ربي ويغتزل في موضه في مغذان ثني عين ربي ولكن تسير قوان الخير في كذاك مره اسمي سنت ثير قوان الخير العمل الصالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ذلك يغدينا ربي في سوره الكهف لا ثنقاروث 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذي سورة التوبة الآية 105 إن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم بعد ندوى تواصوا بالحق. الحق هو ما ورد في كتاب الله، هذا من التفاسير ذكرت عند المفسرين منهم الإمام الطبري وغيره، بمعنى الحق ذي الحق قرنش درجة الحق عليه النور هكا الحق عليه النور إلا نتواصى بالحق كل شيء يزمر خاطر الحقاقي رزاي الزاي رزاي الزاي في غيل تمقرث تاعكم في الزايف تي قرنة الزيكا في غيل مقرث تيغ دذران ويرنا تعفقا الزايف خاطر ما تصالي ذرار في السوسط أتساليض إما ثرنيض تعفقا أما كي دايري سهلا ذواقي ذي الحق والحق رزاي الزاي ماشي دايري سهلا ذكر بدي قرأ ودي اسم كثيوة وتواصوا بالحق خاطر موش نعيو ما نعيا غنسرحي كل شيء لذلك لابد ثاقي التواصي بالحق والحق ما ورد في كتاب الله عز وجل هذا بالمفهوم المجمل الشرطين قالوا وتواصوا بالصبر أولي ذبعنا في رذن الحق
ذا غير لقى الصبر، خاطر الصبر ذا عوين ما يبوي عوين الصبر أذي كمل فيه ليس وري عقويارا وري فيشلارا. الصبر يرنا غطاس ماشي شويط باش هذي السيوض الرسالة ينس هذي الزيز دي الدما ينس يراز ربي وكا هذي تبع ذريد السلامة ورثكي اندما جاو ثلويث أرثي من السلام ربي في الله.